كان هناك امرأة ضاقت أحوال زوجها، فذهبت إلى أحد أمراء بني أمية وطرقت الباب، فخرج لها الخادم وقال: ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أقابل سيدك. قال: ومن أنت؟ قالت: أخبره أنني أخته. ذهب الخادم لسيده وهو يعلم أنه ليس له أخت. قال: سيدي، امرأة بالباب تدعي أنها أختك. قال: أدخلها. فلما دخلت قابلها الأمير هاشا باشا وقال: من أي إخوتي يرحمك الله؟ قالت: أنا أختك من آدم. فقال: رحم مقطوعة، والله لا أكونن أول من يصلها. قالت: سيدي، ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم شيئا ليوم الطلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال: أعيدي. قالت: سيدي، ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم شيئا ليوم الطلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال: أعيدي. فأعادت. وفي الرابعة قال: أعيدي. قالت: حسبك، ما أظنك فهمتني، وفي الإعادة مذلة، وما اعتدت أن أذل نفسي لغير الله. قال: والله ما قصدت أن أذلك، وإنما أعجبني حسن حديثك وأدب طلبك، ولو قلت ما قلت 1000 مرة لأعطيتك عن كل مرة 1000 درهم. ونادى إلى أحد خدمه وقال: أعطوها من النوق 10، ومن الجمال 10، ومن الغنم ما تشاء، ومن الأموال فوق ما تشاء، لنعمل شيئا ليوم الطلاق، فما عندنا ينفد وما عند الله باق.